أدلى حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة الحسكة اليوم ببيان للرأي العام شجب فيه اتفاقية لوزان التي استهدفت الوجود الكردي، مطالبا الدول الراعية لها بتصحيح مسارها. وقرئ البيان باللغتين العربية والكردية من قبل فلك يونس وعمار الشملان، وبحضور ومشاركة العشرات من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والحركات النسائية والأحزاب السياسية في المدينة. وأشار البيان إلى أن معاهدة لوزان التي سميت باتفاقية السلام لم تأتي بالسلام والاستقرار لشعوب المنطقة، وإنما منحت الشرعية لإبادة الشعوب وأتت بمثابة إعلان الحرب ومهدت الطريق أمام عقد العديد من الاتفاقات الأمنية بين الدول في المنطقة، والتي استهدفت وجود الشعب الكردي والهويات والثقافات الأخرى في المنطقة خلال عمليات الصهر القومي والتغيير الديمغرافي والإرهاب السياسي وتزوير الحقائق التاريخية. كل هذه الحكومات اللي أنشئت نتيجة اتفاقية لوزان المشؤومة بالنسبة للشعوب، ما كانت هناك أي طرف لصالح الشعوب، بل كانت لأجل مصالح الدول المجتمعة، فرنسا وإنجلترا روسيا حتى أمريكا. بهذه الدول قسموا وورثت الدولة العثمانية بالتقسيم الحالي، فقسمت الدول العربية وأنكرت كردستان، ومن بعدها أنشئت دولة إسرائيل لكي تخدم مصالح هذه الدول ولا تخدم مصالح شعوبنا. وقد عانى الشعب الكردي أشد الآلام والتغيير الديمغرافي والسجون والإبادات والمجازر. كان سبب هذا البيان هو أولا شجب ما تم الاتفاق عليه في هذه الاتفاقية البغيضة، والتي تعتبر أصلا هي لا تعتبر أصلا اتفاقية، إنما هي تعتبر صفقة استعمارية تم استغلال فيها أيضا الشعب الكردي كمؤامرة حدثت بحقه، وذلك تنكرا لما تم الاتفاق عليه في معاهدة سيفر. طبعا هذه الاتفاقية أكثر من تأثر بها هو الشعب الكردي في هذه المرحلة. والآن نحن لن نكون كما حدث منذ 100 عام، نحن غير 100 عام سابقة. لقد تغيرت الموازين، تغيرت الأجندات، تغيرت الأزمنة في هذه المرحلة. ومن هنا نحن ننادي باسترداد حق الشعب الكردي فيما خسره منذ 100 عام.